إنك تكون من عيلة أرستقراطية شوية، وإيه المانع؟ تقولي عمة والدتك تبقى هدى شعراوي، بتدرس حقوق وأهلك عايزينك تبقى شغال في السلك الدبلوماسي، مفيش ما يمنع تسافر باريس عشان تدرس، تقوم تشتغل ممثل. هنا بقى لينا وقفة، الحكومة تمنع عنك فلوس منحة دراسة القانون، أهلك يرفضوك، بس مع الوقت هتبقى نفسك، هتبقى جميل راتب. أنا اللي قتلته؟ مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ مش مهم مين اللي قال، المهم ده حصل. لا، مهم إن أعرف مين اللي قالك الكلام ده، لأن الناس دي لازم تقف عند حدها. Je n'ai pas supporté. Je suis sorti. 3 jours plus tard, quand j'ai voulu rentrer. اعذرني يا صالح علشان طلعت المسدس، لكن أنا مضطر، لازم أدافع عن نفسي. إحنا دلوقتي عايشين في غابة، لا فيها قانون ولا بوليس. نعرف كيفاش نرد بالي عليها، نعلمها، نربيها. الفيلم وفعلا بعت لي تذكرة، وقابلت مدير الإنتاج اللي كان فرنسي الأصل، وقال لي عايز إيه؟ قلت له ما أعرفش، أنتوني كوين قال لي إنه في، قال لي مفيش أدوار ليك، لأن الأدوار أدوار كبيرة في السن ومفيش دور ليك، أنت محتاج تشتغل ولا عاوز تمثل؟ قلت له أنا محتاج أشتغل. قال لي طيب ممكن نشوف لك بقى فرع في الفيلم تشترك فيه، تحب تبقى مساعد مخرج؟ طبعا قلت أيوه، وخدوني كمساعد مخرج. لا عارف طبعا استاذ جميل من قريب مفيش علاقه بينه وبين الشر، يعني مش فاهمه اساسا هو ايه ده، لكن ده ما خلاكش مثلا تستغرب دورك في البدايه؟ مثلا البدايه كان دور برضو مهم جدا جدا. يعني ونوع تاني بقى من الشر مختلف، ده اللي هي السلطه والقهر السياسي والبتاع. يعني انا امثل اي دور، ان كان شر دلوقتي او دور انساني او دور راجل طيب ما يهمنيش. هو انا بقول انه في فرق بين الممثل اللي بيمثل والممثل اللي بيعيش الادوار. طبعا انا بعيش الادوار اكتر ما بمثلها، لما باخد، عشان كده بحب امثل الادوار اللي بعيده عني، عشان في نوع من الدراسه عن الشخصيه يعني اهم بالنسبه لي عن امثل دور عادي انا زي. في ممثلين من طلتهم واسلوبهم تحسهم مختلفين عالميين، مش شبه الممثلين البقيه. مثال على حد في جيلنا ده عند خالد ابو النجا وعمرو واكد، من اكتر المواهب اللي في جيلهم، لكن مختلفين جدا واختياراتهم عظيمه الى ابعد حد، والاختيارات دي نابعه من نشأتهم. يعني عندك خالد ابو النجا ده كان اخترع قمر صناعي وهو في الجامعه، وعندك عمرو واكد ده راجل خريج جامعه امريكيه بيلعب كذا لغه، الناس عقولها متفتحه الى ابعد حد، وده بينعكس على اختياراتهم الفنيه. زي ضيف حلقتنا النهارده، راجل بشويه وافضل من يعمل المجرم الصويع او تاجر المخدرات، فنان تخرج من مدرسه الحقوق الفرنسيه وكمل دراسته في الجامعه في فرنسا، وبداياته الفنيه كانت في فرنسا وعشقه الفني كان هناك. يعني راجل عالمي زي العالميين اللي ذكرناهم قبله، ممثل موهوب بالفطره، موهبه فذه، متمكن الى ابعد حد، فنان مش واخد حقه بربع جنيه من النقد الفني، فاحنا جايين نديله جزء من حقه. والفنان ده هو العالم العظيم جميل راتب. فليه جميل راتب ممثل مش طبيعي، واللي هو اندر ريتد جدا ومش واخد حقه. السلام عليكم، اهلا بكم في برنامج الفيلم انزل بالتتر. زي ما قلنا لحضراتكم، جميل راتب هو ممثل عالمي، لكن اول بصمه ليه كممثل واول ظهور سينمائي ليه كان في مصر هنا من خلال فيلم انا الشرق، عشان بعد الظهور ده يسافر فرنسا تاني عشان يواصل عمله الفني هناك، ثم يعود مره تانية في منتصف السبعينات عشان يبقى واحد من اهم الفنانين في تاريخ الفن المصري من وجهه نظري. هنتكلم عن اهم اعمال الراجل ده، من الاعمال المهمه جدا في مشواره الفني ومن العلامات في مشواره الفني هو دور ماجد في لورنس العرب، وده قبل ما يجي يمثل هنا في مصر للمرة التانية. دور ماجد في لورنس العرب أقل ما يقال عنه إنه دور عالمي واحترافي إلى أبعد حد، من ممثل لسه يعتبر تاني عمل ليه دويتو، حكاية بينه وبين العالمي عمر الشريف. وأثبتوا لنا في الفيلم ده إن الممثلين المصريين تقال جدا يا جماعة، ويقدروا ينافسوا ممثلين بره بكل سهولة. هنتكلم عن أفضل أدوار العبقري جميل راتب من بداية السبعينات لحد ما توفى الرائع جميل راتب. في ناس كتير عندها معتقدات إن جميل راتب كان معروف بأدوار الخواجة بكونه يعني قضى فترة كبيرة من عمره في فرنسا ودرس في فرنسا، بس الحقيقة غير كده خالص. جميل راتب لو كان بيمثل أدوار الخواجة ما كانش أكيد هيتحط في تصنيف أفضل ممثلين في تاريخ الفن المصري، لأنه مش هيكون بيقدم أي مجهود في الشخصية اللي بيلعبها، هو هيكون بيقدم ذاته، فما كانش هيبقى فيه حاجة مبهرة في اللي بيقدمه.
فالحقيقه غير كده خالص. زي ما قلنا الحقيقه ان جميل راتب من وجهه نظري افضل من قدم انواع الشر في السينما المصريه، وده اللي هنوصل له كمان شويه. وبشوف ان ده بيبقى تحدي صعب على الممثلين اللي عاشوا طول عمرهم في طبقه راقيه وتعليمهم على اعلى مستوى، ومعاهم جنسيات اخرى زي عمرو واكد مثلا، اللي ازاي حد يكون عايش حياته كلها ما قابلش حد بلطجي مثلا من منطقه شعبيه ومترباش في حواري وما عندوش المخزون الكافي انه يقدم شخصيه البلطجي في السينما المصريه ويعمل عشري افضل بلطجي في تاريخ السينما المصريه بالنسبه لاغلبيه الناس. فبشوف ان دي بتبقى المعادله الصعبه بالنسبه للناس دي، غير لما يكون فنان عاش الطبقات دي وطلع من البيئه دي وعاشره. تجسيد الدور هيبقى اسهل عليه بكتير. فبشوف ان الفنانين اللي بيعملوا حاجه او بيجسدوا حاجه خارج عن شخصياتهم الحقيقيه يبقوا موهوبين موهبه مش عاديه، وممثلين بجد قادرين يجسدوا اي شخصيه ويتحولوا 180 درجه في اي شخصيه. يعني مثال بسيط عن محمد امام مثلا ابن الزعيم عادل امام، يعني مفيش تربيه راقيه وطبقه راقيه اكتر من كده، بس لما بيجي يعمل دور شعبي بيعمله على اكمل وجه وبتحسه واحد منك. انا بشوف ان دي عبقريه من نوع تاني. طيب اول دور قدمه جميل راتب في السينما المصريه اثبت انه ممثل فذ تمثيل في تجسيد لاي شخصيه، وهو دوره في شفيقه ومتولي، دور وشخصيه افندينا اللي ابدع فيه جميل راتب وقدر يثبت انه ممثل جامد جدا بعيد عن وسامته الطاغيه. في نفس السنه وهي سنه 78 بيقدم دور تاني من الادوار القويه اللي قدمها جميل راتب، وهو دور ادمون مع الرائعه مديحه كامل في الصعود الى الهواء. العملين الجايين راح فيهم جميل راتب للشاشه الفضيه للدراما وساب بصمه تاريخيه في وجهه نظري. وخليكم فاكرين احنا بنتكلم عن افضل ادوار جميل راتب مش جميع ادواره، لانه قدم اكتر من 178 عمل منهم مسرح وسينما وتلفزيون. اول عمل في الدراما هو مشاركته مع الزعيم عادل امام في مسلسل احلام الفتى الطاير بشخصيه رشوان اللي ابدع فيها راتب واستعملقة الفن العربي. يكفي بس ان احنا نقول ان محمود المليجي مثال ساب بصمه رائعه وسط الفنانين دول. في بدايه الثمانينات بيقدم جميل راتب في مسلسل الكعبه المشرف بشخصيه إبليس، واحدة من أفضل أدوار الشيطان في التاريخ. من وجهة نظري أفضل من جسد دور الشيطان دور إبليس جميل راتب، من أفضل 5 ممثلين لعبوا هذه الشخصية. ملامحه الحادة وعينيه الجحظة هو الشكل المثالي لإبليس. رؤية رائعة من مخرج العمل المخرج أحمد طنطاوي إنه شاف جميل راتب في دور إبليس واللي كان أبدع في تقديم هذه الشخصية، وحط رقم صعب جدا في الشخصية دي إن حد يقدمها بالطريقة دي. حبينا نسلط الضوء على الشخصية دي لأن مش كتير يعرف إبليس اللي قدمه جميل راتب. من الأدوار عظيمة لجميل راتب اللي لعبنا في هذا الدور الحقيقة في الثمانينات. قدم جميل راتب بصمات كتير، والأعمال اللي سف فيها جميل راتب بصمات في الثمانينات وهم العرافة بدور الكفراوي، وكيدهن عظيم بدور لطفي شاهين. لكن تاني أعظم دور في مسيرة جميل راتب الفنية وهو دوره في فيلم حب في الزنزانة مع عادل إمام بدور الشرنوبي رجل الأعمال الفاسد اللي تخطى فيه جميل راتب كل حواجز الإبداع. من وجهة نظري شخصية الشرنوبي لجميل راتب وشخصية أسعد ياقوت لكرم مطوع في المنسي هم أفضل صورتين وأفضل شخصيتين اتجسدوا لرجل أعمال فاسد في تاريخ السينما المصرية. شخصية الشرنوبي أندريتد جدا وكسر جميل راتب كل حواجز الشر فيها، شخصية للتاريخ. نكمل بقية الأدوار المهمة في مسيرة الفنان جميل راتب، وهو دور سرحان بيه في علي بيه مظهر وال40 حرامي. سنة 85 بيقدم جميل راتب أفضل شخصية ليه في تاريخ مشواره الفني، وهي الشخصية الأقوى في الأداء التمثيلي في الفيلم كله من وجهة نظري، مع احترامي للشخصيتين اللي هم علامات في تاريخ السينما المصرية. شخصية المزاجنجي اللي أبدع فيها الساحر محمود عبد العزيز، وشخصية دكتور صلاح أبو العزم اللي من أفضل أدوار يحيى الفخراني على الإطلاق برضه. لكن شخصية سليم تاجر المخدرات اللي قدمها جميل راتب هي الافضل في وجهة نظري من ناحية الاداء التمثيلي، وافضل تجسيد لتاجر مخدرات في تاريخ السينما المصرية من وجهة نظري برضو. اسلوب جميل راتب في تقديم اي شخصية بياخدها لعالم تاني، وما ينفعش يخش في مقارنة مع شخصية تاجر مخدرات الكليشيه اللي كلنا عارفينها. لكن جميل راتب عمل شخصية بأبعاد وجوانب خاصة بيه هو مش هتتكرر تاني، عشان يحفر شخصية في ذاكرة السينما المصرية لا تنسى، وهي الأفضل ويليها دور الهرم لنجاح الموجي في الكيت. من بقية البصمات اللي قدمها جميل راتب هي شخصية فهمي في بيت الكوامل، والشخصية العظيمة دكتور علي خليفة في فيلم البريء. رائعة عاطف الطيب ووحيد حامد اللي أبدع جميل في لعب هذه الشخصية وساب علامة وبصمة عالية جدا. فيلم البداية بشخصية نبيه بيه الأرابوتلي، وشخصية عوف في الدرجة الثالثة اللي كانت رائعة برضه. في التسعينات مسيرة جميل راتب في العقد ده كانتش بقوة مسيرته في الثمانينات. قدم أعمال وشخصيات كتير جدا، أهمها شخصية عبد الله في عفاريت الأسفل، وبدأت علاقة أدوار الخواجة بجميل راتب تبتدي في أواخر التسعينات لما قدم دور الخواجة في زيزينيا، وقدم شخصية محمد نجيب في فيلم جمال عبد الناصر من سنة 2000. وبالنسبة لي كده مسيرة جميل راتب الرائعة قد انتهت. أدوار سنوية مشابهة لبعضها بالنسبة لعمره
حكم السجن اللي كان عنده 74 سنة سنة 2000. جميل راتب أهم أدواره في الألفينات زي دور عز بيه في رحلة حب، ودور الوزير في تيمور وشفيقة، ودور منصور السيوفي في الأولى في الغرام، وبيتر في ليلة البيبي دول، ودور نحوم في حارة اليهود. وآخر عمل قدمه هو موضوع عائلي مع يحيى الفخراني، عشان في 19 سبتمبر 2018 بيتوفى واحد من أعظم الممثلين في تاريخ الفن المصري، الفنان جميل راتب. رحم الله سفير السينما المصرية، رحم الله جميل راتب. وبس كده، انزل بعمل لايك واشتراك والحاجات الجميلة دي. كان معكم يوسف وائل من برنامج الفيلم. انزل بتتر النهاية.